الاستقرار الحقيقي لازم يجي لما تتجوز. ليه؟ لان الجواز ليه فوائد كتير جدا. زي ايه؟ فكرة ان انت يبقى معاك بارتنر او شخص عايش معاك، انت بتحكي له على مشاكلك وهو بيحكي لك على مشاكله، دي حاجة مهمة جدا. حد تكون انت بتثق فيه، حد تكون انت بتفكر وبيفكر معاك وكأنك عندك سكند برين، عقل تاني بيساعدك في التفكير، حد لما تكون تعبان يقدر يشيل عنك. فاعتقد ده عشان يتحقق انت محتاج ان يكون في حد تاني في حياتك. مهم جدا. فانا من وجهة نظري لا، الاستقرار عشان يتحقق لازم يتحقق بوجود البارتنر او الزوجة. انا مش متفقة بصراحة معاك في النقطة دي. انا مش شايفة ان الاستقرار بيتحقق بالجواز. وربنا هو اخيرا في ريل هتتبهدلي عليه. عادي بقى، بص انا بجملة خسرانة يعني مش فارقة كتير. انا شايفة انه الاستقرار مش مسؤولية وجود الشخص اللي موجود معاك في حياتك، الاستقرار هو مسؤوليتك انت. لانه في ناس ممكن تتجوز وتفضل حاسة بعدم استقرار، لان هم كشخصيات مش عارفين هم عايزين ايه في حياتهم. وللأسف اذا دخلوا في الجواز هم دخلوا شخص تاني معاهم يتحمل عواقب التشتت اللي هم فيه، عدم وضوح الأهداف، عدم وضوح الرؤية. اعتقد فأنت إن لازم تكون وجهة نظر متشائمة أستاذ إيمان. مش وجهة نظر متشائمة، هي وجهة نظر منطقية. لأنه لو أنت مش مستقر فقد الشيء لا يعطيه. يس، ما أنا ما قلتش إن أنا عشان أروح أستقر أكون أنا مش مستقر يعني بس إحنا كنا من وجهة أو من فكرة تحقيق الاستقرار وارتباطه بالجواز. أنا مش شايفة أن الاستقرار بيتحقق بالجواز. لا، ولا أنا كمان شايف إن الاستقرار بيتحقق بالجواز. مهم جدا إن يبقى فيه self centered، إن أنت من نفسك أولا تكون مستقر وبعد كده تكمل استقرارك ده بوجود حد تاني. يعني مش منطقي إن لو في حاجة أحلى من اللي موجود ليه لا. هو ده الفكرة. يعني ليه لو وجود، انا مش بقول ان بس تحقق الاستقرار عن طريق الجواز، لا صح. هو انت مهم جدا تكون مستقر، تكون نفسيا وتكون ماديا ومن كل جوانب حياتك مستقر، وكمان تكمل استقرارك ده او تاخده الليفل افضل انك تتجوز. ليه لا؟ هي دي الفكرة. أنا بس دايما بيكون تحفظي على لما بتيجي تسأل حد وتقول له انه انت هتتجوز، هيقولك رد تلقائي انا بفكر استقر. او تبقى قاعد كده انت مع شخص عزيز عليك وتسأله انت متغير، انت ليه متضايق، يقولك انا بفكر استقر. بفكر استقر هو ده تحفظي على الكلمة، انه بفكر استقر معناها بفكر اتجوز. طيب انا بفكر استقر، انا استقر الاول كإيمان، انا استقر الاول كشخص، بعدين اضرب الاستقرار ده في 2 واروح اتجوز. لكن انا منطقي وجهة نظري من الاستقرار يعني جواز. لو انت مش عارف انت عايز ايه في الحياة، لو انت حياتك على كف عفريت زي ما بنقول، لو وضعك المادي مش مستقر وعليك ديون، فانت لما هتروح تستقر وتتجوز انت دخلت شخص تاني حاسب كمان على فاتورة طويلة كبيرة هتيجي على دماغه. بأكد لك ان وجهة النظر متشائمة بطريقة جبارة. I can feel the energy. انا قادر احس الطاقة السلبية النابعة دي مش طاقة الخاصة بوجهة النظر المتشائمة دي الخارجة دي نظرة واقعية من الواقع. وكأن الواقع بتاعك متشائم. لا اطلاقا، انا واقعي مش متشائم، انا واقعي عملي. الواقع العملي ده شكله مربوط بوقائع عملية متشائمة.